يلا جمعوا جاي. بعدك حدا ولا في حدا بيفدى نور العين. كنت زارع بلي خوفك موت وحصدت حصادي يا قلبي الخوف، وانا المراهن عوجودك اوف يفدى. شو الاخبار يا حلوين يا امورين يا لذيذين؟ يقبرني ربكن شو حلوين على القافلة على ولد تيتي. والله مالي مختفي عليكم، والله عم بحضر لكم اشياء بتليق فيكم، بتليق بعظمة هيك جمهور. عملت شاي بدوننا صراحة. شاهد الشامي يحتسي الشاي. شاهد قبل الحذف. اول شي قول هاي بلا ما نزعل. هاي اختصر. عبود متغير لدرجة أذانك صغرانين. يعني أنا أنت كنت بتتنمر علي يا أخي. يا أخوي تشرب الشاي كم معلقة سكر؟ كم معلقة شاي بالسكر أنا بشرب؟ بنحبك أنت بتحبنا حسب عادي، أكيد بحبكم. شوف يا أخبار، عندي كتير أخبار خبركن إياها اليوم، بس أنا ما بعرف إذا كل التعليقات عم تطلع عندي. يا أخوي ليه عم بتنقط؟ عم بيروح علي كل التعليقات فوق. شو شعورك وجمهورك عالميين مثلك؟ شفتوا صحف بتحكي عنكم ومقالات بتحكي عنكم وصحافة بتحكي عنكم وإعلام بيحكي عنكم. إيش هو هالجمهور الحمادي هذا؟ يبرني ربكم. إيه على فكرة عندي 3 حفلات بتونس وكتير قريبا، يعني مش بعاد إن شاء الله. بدك تسرب ولا لا؟ لا ما بقى في تسريبات. عبالي فاجئكم، بغيب برجع فاجئكم. خبرنا شو أول قرار أخذته بعمر 23؟ شو أول قرار أخذته بعمر 23 لما بعد عيد ميلادي؟ شو أخذت؟ كثير شيء. أول قرار لازم أقرره إني بطل قرر. الله يقرأك. قديش تحبنا من 10؟ 7.5. كم مرة بتحلق بالشهر؟ ما كتير، على قد مصرياتي. بعمل حفلة بحلق، ما بعمل حفلة ما بحلق، يعني ضيقان الأمور الحمد لله رب العالمين. ليه خشمك عم يلمع؟ عارف فاتح لايف خبركم اشي واتنمر عليه مشان اعرف انا احول اللايف كيف ما بدي. فوت كيرا تتساءل عليكم قد ما عم تسأل كار. فوت كيرا لو ارجيكم شو يعني سؤالي هلا. عندي اسأل كلمة بالعالم واهضم وحدة. بس انفك كبران كتير، قد ما عم بلقط نفس لروق واصبر. أو بتتذكر وقت ما كان عندك دائم إنه هلا هي مسميتيها دائم؟ أنا منيح الحمد لله، صار في شي هيك رواق، فرحان فيها، أموري بخير. كيرا أسأل منكم؟ لا ما في حدا أسأل منكم انتو، بس إنه مهضوم.
شفطتنا ليه عم تحكوا عن انفي؟ انا بحطكم من تحت كمان شايفين كبر الانف. هيك مش باين كبير والله، بكل الزوايا باين كبير، ما في حل. كده تعي عضي الحمادات ثواني، تعي عضي الحمادات لانه عم يعذبوني. تعي عزال دخل الله. تعي 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 يا سارة، هون سلمي عليهم، هون سلمي عليهم. اديني بوس. نتم لا عم بمزح ما تلحوسي، ما تطلع ما تبلع حوس. ناخذ بقى التليفون تطلع حوسكم. ثواني طب بده يشوفوكي. يلا عن امك. هات طيب خلص زعرن. استسلمي عم حذرك انا. لفة الجنزير ولفة الفون. طب رجلي طيب. شوف صورة روقي تعال لفت رجلي. طب ما روقي. عرفتوا عن شو عم بحكي انا هلا؟ بتحسوا فيني؟ خلص طلعنا برا. زهرة ليك لك عيني يا حسان. ليش كيف؟ لا ما له فكحة، بس هي هيك من على كتر الهبل. يا اخي حاليا نجاح بحلي، وفي احلى منه الكون كله عم يحكي عنك وانت عم تشرب شاي بالبيت. هي ما في احلى منه، هي اقوى قوة بالعالم. هن بيحكوا انا بشرب شاي بالبيت. شو سر نصاحتك؟ نصاحة مين يا خيي؟ انا عم بختفي. بعتقد اللايف متأخر. فتح شوف عندك بعدين عم بيحكوا عن كيرا. حبي يا إلي يقبرني ربك. هي بعدت. منيح مو متأخر. روق ما روق. انا اهم شي اليوم فاتح اخبركم يا حلوين يا امورين انه انتو بالنسبة لإلي وبنظري يعني الحمد لله رب العالمين اهم جمهور واهم قاعدة جماهيرية ممكن تلتقى بالوطن العربي. اوكي، بدكم تكونوا دايما رايقين لانه هن بيقدروا يستفادوا منكم اذا عصبتوا او انبسطتوا مين كان، لانه انتوا بتروحوا تتفاعلوا، فهذا الشي كتير مفيد. مش مطلوب منا غير نقعد ننبسط، نفتح لايفات، نشرب شاي، نصمم وننجح. نحن مش مطلوب منا نعمل شي لانه ما في حدا ممكن يفيدنا، بس نحن منفيد الكل.
كل هي القصص يلي ممكن توجع لكم راسكم لا يفترض انه توجع لكم راسكم، لانه نحن هون فايتين نعمل موسيقى، نعمل حب. لما فتنا بدنا نعمل اول مرة موسيقى ونشرنا يا ليل ويا العين وصبران وين ودوالي وخدني ودكتور وتحت سابع ارض وجيناك وملكة جمال الكون، ولا مرة بحياتنا كنا عم نفكر غير بانه عبالنا ننجز وننجح، ننتصر على اللجوء، ننتصر على نحقق ذاتنا. ليه نحن بندرس بالجامعة؟ ليه بننجح بالحياة؟ لنحقق ذاتنا، لأنه حلو النجاح وما لازم يكون أكتر من هيك. نحن بننبسط بالنجاح وبس. تشربوا شاي؟ لأنه أهم شي بهالحياة كلياتها هي الراحة النفسية والجسدية. اهتموا بحالكم، كونوا مبسوطين. إذا أنتوا مبسوطين بهذا المكان اللي عم تعطوني فيه حب، فعن جد تكونوا مبسوطين. ليش بده يكون في أي شي بده يوتركم ويضايقكم بالحياة؟ لا لا، قوتي بهالحياة، سبب نجاحي بهالحياة هو سبب واحد، هي محبتكم. الموسيقى سبب، بس صدقوني ما بتكون 1% قد محبتكم، لأنه أنتوا عم تسمعوني لأنه بتحبوني كأول مرحلة، وأنا بقدر هذا الشي، وبياكم أنتوا تعرفوا هذا الشي وتعرفوا أنه نجاحنا مش مربوط بشي غير بهي المحبة اللي الله أعطاني إياها. وبدعي لله، ما بدعي لله بكرة أعمل هيت، وأمي ما بتدعي لي بكرة ابني يعمل أحلى غنية بالعالم، أما أمي بتدعي لي الله يحبب خلقه فيك. بحبكن أنا وبدي إياكن هيك دايما، والدنيا أكبر من هيك بكتير. الدنيا أكبر من أحيانا نحن بنكون مركزين على أشياء، بنكون مركزين على ما بعرف كاسة الشاي اللي على الطاولة، وما لنا منتبهين قد ايه الطاولة كبيرة، بس يمكن في اشياء على هالطاولة كتير أهم وأحلى بمليون مرة من كاسة الشاي. يمكن هذا الإنسان عم بفكر يكون عم بيأسس عائلة، يكون عم بفكر عنده مليون طموح بالحياة غير إنه، فهمت شو قصدي؟ يعني بدي لكم شي، اليوم الغنية على يوتيوب بأقل من شهر عاملة فوق 40 مليون، مثل الدكتور ومثل صبران ويا ليل ويا العين وأغلب الأغاني. صدقا ما في شي بيسعدني غير اللي بتبعتولي إياه على الانستغرام. بشوفوا رقم حلوين كتير، يقبرني الله، ما في أحلى من النجاح، كتير حلو، بس هذا الشي اللي بالقلب المعنوي هذا اللي انتوا بتعطوني اياه. الرقم رقم. في عظماء من الفنانين نحن بنعرفهم عالميين مش بالوطن العربي، صاروا غايبين عن الساحة الفنية، يمكن يكونوا توفوا وماتوا من 20 سنة و25 سنة، بس بعد الناس بتحبهم، علما انه ما بيعملوا غنية جديدة، ما في غنية عم بينزلوها تنجح، ليه الناس بعدها بتحبهم؟ ماتوا، الناس بتحبهم لأنه بتحبهم. وهذا الشيء لازم يكون محور اهتمام الجمهور ومحور اهتمام الفنان، هو انه يرضي الجمهور ويحافظ على تصنيفه واحترامه ورقيه تبعه، والجمهور كذلك الأمر، يفوت يستمتع بالموسيقى، بيحب شخصية فنان، يفوت يحضر له اللايف بكل حب تبعه وبس. صح ولا لا يا كار؟ لا بتضحك علي، تفلسفت؟ لا بطلت فلسفة، ها هاي شرب شاي، بطلت انصحكم. كثير مزبوط وينك انت؟
والله عن جد ركزوا باللي عم قلكن اياه انكم، ولك هذا فن. فن جزء من حياتي مثل الاكل والشرب. انا بنزل كل يوم على الاستوديو مثل كاني نازل اتعشى. ونحن ننزل نتعشى. وحياة الله الفن جزء لا يتجزأ من حياتي. انا ما في يوقف يوم عن الفن. انا كتبت لما مات عمر، انا كتبت لما لجأت، لما كانوا الناس عم بيفوتوا على بيوت اللاجئين ويكسروا لهم بيوتهم. لهيك بلشت فن. واللي بيفوت للفن لانه عنده شي يحكيه ولانه عنده شي وصله، هذا اللي بينجح. بس اللي فايت على الفن ليثبت شي مش انساني ما بينجح. اذا ما انربط مع الجمهور علاقة انسانية وعلاقة عاطفية ما بيبقى الجمهور. سر الاستمرارية هو هي المحبة اللي بيننا. من سنتين تقريبا بفتح اللايف بعدكم 30,000 وعم بتزيدوا. هلا عم فكر، عم جهز، بدي افتح جمعية خيرية نهتم باللاجئين السوريين اللي بعدهم لاجئين. هذا المفروض الفنان بيساعد اهل بلده، بينشر رسالة بلده، بينشر رسالة جيله، بيوقف على المسارح ليحكي قضية معينة. كل عمري هيك، ولا عمري وقفت عن هذا الشيء، وبدي اياكم هيك. تكررت هاي الاحداث وكل فترة